بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج علوم المجالس. في هذه الحلقة نلتقي مع كل من الشيخ عبد الله محمد سالم الحبيشي والشيخ سليم سلم الحبيشي والدكتور عبد الله مسعود الحبيشي والأستاذ سعيد مبروك الحبيشي والأستاذ سليم سلامة الحبيشي. نحاول في هذا البرنامج استرجاع الماضي والتحدث عن الحاضر. طبعا لرمضان ذكريات جميلة ومناسبات رائعة، ويحتفظ ضيوفنا الكرام بالكثير من هذه الذكريات والمواقف لهذا الشهر الكريم، ولمنطقة تشبهها أيضا مساحة في عقل وقلب كل من سكنها أو عاش فيها. وسنتحدث في هذين المحورين في هذه الحلقة. والبداية ستكون تعريف بضيوفنا الكرام، سيقدم كل منهما نفسه، والبداية مع أبو شباب. بسم الله، السلام عليكم جميعا. سليم سلامة جابر الحبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله محمد سالم الحبيشي أبو ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معاكم أخوكم سليم سلم الحبيشي أبو سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أخوكم سعيد مبروك الحبيشي أبو طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. أخوكم عبد الله مسعود الحبيشي من مواليد ينبع. طبعا احنا في هذه الحلقة الأولى، وأكيد الحلقة الأولى تواجه طبعا بعض الصعوبات في التسجيل، لكن نبغى نتعرف على آراء ضيوفنا وذكرياتهم، ونريد لمحة تعريفية عن أشبحة ومسميات أشبحة. ليحدثنا الأستاذ سليم سلام أبو شباب عن مسميات أشبحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكرك يا أخ نايف على كل ما تقوم به من جهود لرفعة منطقة الشبحة. بالنسبة للشبحة تعريفها صعب على أنك تعرف كل منطقة أو كل موقع، فلكن الشبحة تمتد من الديسة إلى حد حضر اتجاه السهلة اتجاه جبل حبيش. تخللها بعض المسميات مثل السمرية، واللهم صل وسلم على رسول الله، بالاتجاه ذا بعد السهلة للطفيحة، وأبد هذه حدود الجغرافية لمنطقة الشبحة. شكرا للأستاذ سليم، وإذا أحد عنده تعليق على مسميات الشبحة يتفضل من ضيوفنا الكرام. طبعا أشبحة كنا نسمع أنه يطلق عليه اسم الشفاء، وأنا أسمع يعني الوالد رحمه الله كل ما عزم السفر إلى الشبحة قال أنا ظاهر الشفاء، فاختلط لما كبرت شوي اختلط عليه الأمر، هل هي اسمها الشبحة أم اسمها الشفاء؟ لكن من البحث اتضح لي أنه الشفاء اسم عام يطلق على المنطقة جميعها، لكن مسمى الشبحة يطلق على منطقة محددة. ويمكن الإخوان الشيخ عبد الله محمد سالم الشيخ أبو سعد يفيدونا أكثر عن المسمى الشبحة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اللي حنا نعرف ومتعارف عليها حقيقة زي ما تفضل الدكتور هي الشفاء. هذا في الفترة الماضية، فلما واحد يسافر من ينبع أو مثلا أملج ما يقول أنا رايح الشبحة، يقول أنا رايح الشفاء. فإذا وصل إلى هناك الشبحة محددة اللي هي الأرض الزراعية ومساحاتها محددة ومعروفة، الحرة غير والشبحة غير، حضر غير، الصرة غير، شتات غير، كل المنطقة دي أشملها مسمى الشفاء.
فكانت يعني هو من المعروف الشفا والتهمة. التهمة الساحل المحاذي شو اسمه للبحر، أما الشفا هو المرتفعات وتشمل الجبال وتشمل الشبحة والحرة. والحقيقة يعني طال عمرك تقريبا تغير هذا المسمى حسب علمي، وقد يكون هناك من هو أعلم بالشيء ذا، عندما جاء مركز للأمارة يحدث في الشبحة، وكانت المعروفة اسم الشبحة علشان الزكاة، تأخذ الزكاة ويقولون هذه طول الله عمرك زكاة الشبحة، وحدثوا المركز بمسمى الشبحة والحرة. فهنا غلب الطابع الرسمي على صفة المركز مركز الشبحة والحرة، تعودوا الناس الشبحة والحرة واختفى مسمى الشبح. هذا ما أعرفه، قد يكون هناك من هو أعرف مني بالشيء ذا، يمكن أبو ماجد لديه خبرة أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عليك يا أبو سعد، صحيح أن المنطقة كلها تسمى الشفا، أما اللي ما قلته نفس المنطقة اللي تزرع اسمها الشبحة، المنطقة الزراعية ميزتها من الزراعة على أنها تزكى وسميت الشبحة، وبني المركز على ذلك. والسلام. وعلى عندي زوجة. طبعا أفادونا الضيوف الكرام بمعلومات قيمة عن الشبحة وعن مسمى الشبحة والشفاء. ننتقل إلى موضوع آخر عن ذكريات رمضان وكيف كان يعلن إعلان رمضان نظرا لقلة وسائل الإعلام في تلك الفترة. ليحدثنا الأستاذ أبو طارق سيد مبروك عن ذكريات رمضان وطريقة إعلان رمضان في السنوات الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا نشكر الأستاذ أبو فهد على إتاحة لنا الفرصة والمشاركة في مجلس الشبحة. بالنسبة إلى رمضان، يعني رمضان زمان، هذا رمضان كان يعني شيء جميل وكنا نتباشر به وكنا نسمع يعني نفرح في تهليل رمضان، وكانوا يعني يستقبلون رمضان عن طريق المذياع أو الرادي أو المدفع في أملج، لأن كان حتى الأصوات يعني ما فيها، يعني كانوا يسمعون الصوت من أملج، يسمعون صوت المدفع، وبعد كذا يعلن رمضان، والحمد لله كان في فرحة يعني غير طبيعية في هذا الشهر. أكيد في مسافة، بس يعني ما كان في ضجيج يعني لا أصوات ولا كان في شيء يسمع صوت المدفع يعني حتى عبر الجبال، وكان يعني حتى بالإفطار حتى في السحور كانوا على صوت المدفع يعني في أملج. اهتمام أهل الشبحة وسكان الشبحة ومن ينتمي للشبحة استمر طوال السنوات الماضية، ولعل إقامة ملتقيات القبيلة والتي شهدتها أيضا منطقة الشبحة في فترات ماضية، وكان للشيخ عبد الله محمد سالم قصب السبق في إنشاء واستحداث هذه الملتقيات للتواصل والتعارف. ليحدثنا أبو ماجد عن ملتقيات القبيلة وعن طريقة وفكرة إنشائها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، من ناحية التقوى هذه فكرة بمسمى القبيلة، قبيلة حبيش. فكنت أنا من مواليد ينبع هنا، فتمر الأسواق في البلد هنا أيام سوق الحرارة، فيمرون فالناس يقولون حبيش حبيش، فمسمى واحد وليس بمسمى الفخود. فعندما بلغت وفهمت وجاء عمري حوالي 18 فسميت الفخود السبعة، فيقولون هذا من الفلاينة من حبيش من الفلاينة. فحبيت اني اكون في ملتقى يلتقي باسم القبيلة وليس باسم الفخود. فاول ملتقى سميته ملتقى حبيش في الشبحة،
ولقى نجاح كبير وكان مصغر ولكنه لما القبيلة كلها. وأراد الله الملتقى الثاني تم وحقق النجاح، والحمد لله هذا من حظ ربعي وجماعتي الذي هم سبب نجاحه، وما أنا إلا دور واحد منهم، ما أقول إلا أن خادم لهم. ومن ناحية الملتقى الثالث الذي هو يتم في مدينة ينبع إن شاء الله، هذا الملتقى بإذن الله حيكون 13,438 في ينبع. ما هو ترك الأشبحة، لكنه شيبان لنا هنا في ينبع لهم حق علينا برضو، مثل ما افتكرت الديرة لازم نفتكرهم هنا، وهذا شيء إن شاء الله يفرح ويتلج ربعي وجماعتي، والله يجيب اللي فيه خير ويبارك فيكم. شكرا لكم جميعا، شكرا لأبو ماجد على هذا التوضيح حول ملتقيات قبيلة حبيش. ونعود لأشبحة مرة أخرى مع الدكتور عبد الله مسعود ليحدثنا عن التغييرات التي حدثت في أشبحة بين الأمس واليوم. طبعا التغييرات كبيرة، وأصبح في أشبحة تنمية كبيرة جدا بفضل ما توليها الدولة وما يوليه ولاة الأمر لهذه المنطقة العزيزة على قلوبنا جميعا. كانت أشبحة قديما تعاني من قلة الخدمات، وخاصة ما يتعلق بطرق المواصلات والوصول إليها، كانت طرق غير معبدة إلى وقت قريب، يعني إلى 1422 تقريبا. بعدها ازدهرت أشبحة وتغيرت وتطورت للأجمل والأفضل والأحسن، وما زالت إن شاء الله في ظل العهد السعودي يتوقع لها أن تنال الكثير من الاهتمام والرعاية، وخاصة في المجالات السياحية والمجالات الزراعية أيضا. لكن أشبحة قديما كانت عبارة عن منطقة تفتقر إلى جميع الخدمات تقريبا، حتى الكهرباء لم تكن فيها كهرباء إلا بمولدات كهربائية بسيطة وتعمل لفترات محدودة من اليوم، ويحدث انقطاعات كثيرة فيها. أيضا الاتصالات لم تكن فيها وسائل اتصالات ما عدا البر، حتى أنه أشبحة كانت تتميز عن محافظات الآن أصبحت محافظات قرى، أصبحت محافظات وهي العيس. سكان العيس كانوا يأتون إلى أشبحة لإرسال البرقيات والاتصال الهاتفي أيضا، حيث سبقت أشبحة خدمة الهاتف فيها قبل العيس، ثم بعد ذلك تطورت أشبحة شيئا فشيئا من خلال مطالبات أهلها، من خلال كذلك ما ذكر في الصحف. أذكر عبد الله العرفي رحمه الله من جريدة المدينة، وأذكر يعني جهود الكثير من الأهالي، يمكن أخاف أذكر أسماء وأنسى أسماء، لكن رحم الله المتوفين منهم الذين اهتموا بهذه القرية، والذين كان لهم فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في تطور القرية وتنميتها إلى ما نشاهده اليوم. الآن أصبح في القرية حراك في كل المجالات، حراك أدبي ثقافي رياضي اجتماعي مستمر طول العام بفضل جهود أبنائها. ما نتوقعه لأشبحة أن تكون أرض واعدة تنميتها أكثر مما نشاهده الآن، لكن هذا كله يعود بفضل الله أولا سبحانه وتعالى، ثم بجهود الدولة، ثم بسواعد أبنائها المخلصين. فبدون أبنائها لن تتطور أشبحة. لكن الملاحظ أنه الجميع سواء من يسكن أشبحة أو من يسكن بقية المدن ولديه جذور في أشبحة أنه يسعى إلى خدمتها. نقدم لهم الشكر والتقدير من هذا المنبر، ونسأل الله أن يوفقهم جميعا. كانت مظاهر العيد في أشبحة مباشرة تبدأ بعد صلاة العيد في مشهد العيد تقريبا قبل الازدهار والتطور. يحدثنا الشيخ أبو سعد سليم سلم عن مظاهر العيد في أشبحة قديما. تفضل أبو سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شاكر ومقدر لك أخي أبو فهد. الحقيقة مظاهر العيد اسمها مظاهر العيد يعني كان في الماضي العيد صراحة له
نكهة وله طعم وله مزاجية. فعندما يبدأ صباح يوم العيد يذهب إلى مصلى العيد، الراجلة والراكبة، طبعا ما هي سيارات، الراكبة إبل، فيبدأون بالتوافد على مصلى العيد. كان في ذلك الوقت مصلى العيد هو واحد اللي في الشبحة، مصلى سمى مصلى العيد في الوريكة، فهذا هو المصلى الوحيد. وكان الإمام في سابقا الذي أنا عهدته ولكن قبل فيه كان الشيخ سعيد بن عابد حفظه الله ومد الله في عمره على طاعته. وكذلك أيضا الشيخ مرزوق بن عيد الحبيشي رحمه الله، فكانوا هو الإمامين المعينان من قبل الدولة في هذا المصلى، وكذلك الإفتاء في الشبحة. بعد كذا تم توجيههم كلا إلى جهة. الشيخ سعيد بن عابد حفظه الله وجهوه إلى منطقة الشدخ، والشيخ مرزوق رحمة الله عليه وجهوه أيضا إلى العيس. هناك الشيخ عبد الغني رحمة الله عليه كان أول مدرس في مدارس الفلاح بجدة. بعد انتقال هذول أورد يعني الحقيقة هناك في شاعر يوثق يعني يوثق كيف نقلوا هذول الشيخين إلى كل واحد إلى جهة. فيقول فالشعر يقول من بعد قالوا راح مرزوق وسعيد النجم لأنه غاب يقفن نجوم، يعني يوثق كيف انها حادثة، يعني صارت انهم قالوا ويقول يعني ما في عندنا الآن، ولكن سبحان الله ربنا أراد واستبدلوا في شيوخ آخرين كسالم بن مصلح رحمة الله عليه، وسالم بن سليمان المعروف وسالم الدلول، وكذلك فرج بن حميدان. وهناك الحقيقة اسماء قد أذكر مثل سليم بن سليمان وعبد الله بن سليمان وعبد الله بن رجال الله، يعني يمكن أن أنسى بعض الأسماء لكن عدم المواقظة أرجو. فهذا كان هي المظاهر. بعد الانصراف والحقيقة يحرصون الجميع على الحضور صغار وكبار. بعد الانصراف لا يمكن أحد يقادر قبل نهاية الخطبة. بعد نهاية الخطبة الجميع يتم عائدتهم في نفس الموقع. بعد كذا ينتقلون راجل وراكبه إلى المعايدة في المنازل. وطبعا كانت المنازل الشعبية القديمة هي الشعر، بيوت الشعر المعروفة لدى البادية، فكانوا ينتقلون الراكب والراجلة. وكانت مظاهر العيد حقيقة غير مظاهر العيد اليوم، يعني كان فيها فرحة وكان فيها طال عمرك اجتماع وكان فيها تقارب وتواد. الحقيقة أنا ما أبغى أزيد على أكثر من كذا، شاكر ومقدر لجميع الأخوان وخاصة. طيب الدكتور عبد الله لو داخل، تفضل دكتور. أنا حضرت معايدة أو عيد الفطر مرة واحدة في الشبحة، يعني لاحظت عليهم بالنسبة للركايب ايش يصلحون فيها. طبعا كما تفضل الدكتور يبدون ليلة العيد يحنون الركائب او الابل بصفة عامة يحنونها، فيقولون طال عمرك يجملونها بالحنة ويجملون طال عمرك يعني بالتحديد رقبة البعير، اياديه اوراق البعير، يزينون بالخرج والشداد اللي مناظر الجميلة. فعلا يا دكتور هذه نبهتنا على النقطة وجزاك الله خيرا. هي حقيقة كانت ملفتة للنظر يعني الشيء هذا، وكان يعطي جمال ورونق رائع جدا يعني من الشعبيات الشبحة في العيد ما شاء الله تبارك الله. كان الود يعني ينتقلون من منزل إلى منزل. أذكرها أفادنا أبو سعد الله يجزاه خير عن مظاهر العيد في الشبحة، والله يبلغنا العيد إن شاء الله.
أهمية التواصل في رمضان، وطبعا شهر رمضان شهر الخير والعبادة، وكذلك التواصل بين الناس والتعارف. لنتحدث جميعا في هذا المحور، والبداية ستكون مع أبو شباب عن أهمية التواصل في رمضان. بسم الله. التواصل في رمضان واجب ويلزم علينا ديننا الحنيف. التواصل مطلوب في كل الأوقات، ولكن في رمضان يكون أفضل، ويكون تلمس حاجات الناس القريبين منك أولى من أنك تبرع في مشاريع إفطار وفي مشاريع خارج عنك، أو فيها ناس أو قريبين منك أحق بأنك تتابعهم وتتفقد أحوالهم. فالآن بواسطة الاتصالات والجوالات صارت الناس متواصلة وغايبة عن بعضها، فعندما تكلم الشخص بالتليفون كأنك أمس قابلته أو ثواني، وانت لك عنه يمكن شهر شهرين ما قابلته، كله بطريقة تواصل. فيا اخواني المطلوب ان الانسان يتفقد منهم احق بالمساعدة، بالذات في هذا الشهر الاقربون اولى بالمعروف، فيجب علينا متابعة الاقربون منا، ويجب علينا صلة الرحم وتفقد احوالهم، من له قريب او انسان قاصر يجب عليه زيارته، يجب عليه الافطار معه، فهذا حق واجب علينا ويمليه علينا ديننا الاسلام. وشكرا. التواصل هذا فرض في الدين الإسلامي، أن الإنسان يواصل أرحامه وأقاربه وأصدقائه وجيرانه، ولهم حق عليهم. وهذا الشهر شهر كريم، شهر الرحمة، فهو من اللي يعطي العزيمة للإنسان أنه يتبرع ويشوف المحتاجين فيه، وعلى أن يكونوا يد واحدة في مد التواصل. والحمد لله دحين حنا بخير بحكومتنا الرشيدة، الحمد لله متوفر فيها كل شيء. ما على الإنسان إلا أن يمد يد العون، فالحمد لله ونشكر الله على هالنعمة الذي حنا فيها. وأني من هنا أقول أشكر أخي وابن عمي نايف عبد الله على هالمجهود الذي يسويه معنا الحين ومع هذا من التواصل، وهذا من الشيء اللي يشكر عليه هو الطاقم اللي معه. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والله لا يحرمكم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الشاكر ومقدر لأبو فهد على مجهوداته. ثانيا بالنسبة للتواصل لا أزيد على ما قدموه الأخوان، وتعلمون التواصل وأجره، ولكني لا أزيد ولا أقدر أضيف أكثر مما أضافه الأخوان. شاكر ومقدر لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخ فهد أبو فهد نايف، والحقيقة كما قال الشيخ سليم سلم ما عندي زيادة عن ما قاله الجماعة. والتواصل يعني مطلوب في رمضان وفي غير رمضان، ولكن في رمضان يكون الأجر أفضل والأجر أكثر من غيره. والسلام عليكم. حقيقة يعني أبو شباب يعني أتى بجزء مهم جدا، وهو صلة ذوي القربى. الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أورد 14 حكمة، بدأها بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فثالث حكمة وردت في هذه السورة أن نؤتي ذوي القربى حقهم، وحقهم يكون بالوصل، حقهم يكون بالسؤال، حقهم يكون بالسلام عليهم، الاطمئنان على أحوالهم حتى لو كانت أحوالهم ميسورة، لكن الاطمئنان عليهم واجب علينا جميعا وخاصة كبار السن. فأنا أحيي أبو شباب على هذه المبادرة،
ونوصي أقاربنا وأحبابنا بصلة رحمهم في هذا الشهر. نرغب من الضيوف الكرام في نهاية هذه الحلقة كلمة ختامية لكل ضيف، فليتفضل أبو سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى الأخ أبو فهد على ما يقوم به من مجهودات، وكذلك الفريق معه. كما أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى سعادة الدكتور عبد الله مسعود الحبيشي على ما يقدمه، سواء كان للقبيلة أو طال عمرك للديرة أو الحقيقة يعني صراحة. كما تقدم بالشكر الجزيل للشيخ عبد الله محمد سالم على ما يقوم به من مجهودات مشكور عليها في كل الأحوال. كذلك الشيخ سليم سلام أبو شباب له مجهودات، شاكر ومقدر له تلك المجهودات. كما لا يفوتني أن أشكر الأخ سعيد مبروك أبو طارق على مجهوداته. والحقيقة أنا لما أقول مجهودات لا يعني أن هذول هم من قاموا في المجهودات فقط، ولكن هناك من قام في المجهودات، ولكن لم يكن معنا اليوم. كل من قام في مجهود أقدم شكري وتقديري له في أي مكان وفي أي زمان. والحقيقة الأخ اللي خلف الكاميرا الأخ محمد مبروك والأخ محمد عبد الله سليمان، الحقيقة الشاكر ومقدر لكل الفريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة لو بستطرد لا يمكن أكفيكم ولا أوفيكم، ولكن شاكر ومقدر لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك يا أخوي نايف أبو فهد على استضافتك لنا بهالبرنامج مجالس علوم مجالس، وأنت دائما سباق بكل العلوم الطيبة وأنت رعيها أنت والفريق اللي معك. وأشكر أبو عبد الله الدكتور عبد الله والأخ سعيد وأخوي سليم وأخوي سليم أبو شباب على هاللمة الطيبة والعلوم المجلس اللي تداولناه. هذه من اللي أفرحتنا وتلجت صدري. وبارك الله فيكم وكل سنة وانتم طيبين، وجعل الصيام خير وبركة لكم، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوان كفوا ووفوا، ونشكر الأخ نايف ونشكر الجميع، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا المحل المبارك أن يجمعنا بالفردوس الأعلى من الجنة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخ نايف أبو فهد على إتاحة الفرصة في هذه المشاركة في هذا البرنامج اللي أكثر من رائع. وأشكر أخواني وزملائي عبد الله مسعود، الشيخ أبو سعد، أبو ماجد، أبو شباب، وكل المشاركين، وبيض الله وجيهكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أزيد على ما تفضل به من سبقوني، ولكن علوم المجالس تجمعنا في رمضان وغير رمضان على الحب والود والإخاء بإذن الله تعالى. وفي الختام لا يسعنا أن نقول لكم شكرا على هذه تلبية الدعوة، وبيض الله وجيهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.